حياكم الله متواصلين. قبل يومين كنت أبغى أقولكم عن واقعة حدثت وهزت أهل الاختصاص وقدمت لنا دروس وايد مهمة. عائلة بسيطة مكونة من زوج وزوجة وأربعة أطفال، حبوا هذه العائلة أنهم يراقبون سلوك العاملة المنزلية عندهم، فقرروا أنهم يركبون كاميرات على اعتبار أن الأبو يداوم والأم تداوم وعندهم أطفال في البيت، وهذه العاملة المنزلية أحيانا تعنى بمتابعة ومراقبة الأطفال. فبدأ البحث عن الناس اللي يركبون كاميرات ويكثرهم في السوق لغاية ما حصلوا واحد وأعطاهم كوتيشن ووزع لهم الكاميرات في البيت. كان طلبهم أن الكاميرات تكون مزروعة بالبيت وبطريقة مخفية ومشبوكة بالإنترنت، ويقدرون أنهم يدخلون ويتابعون ويراقبون كل تفاصيل البيت. ركب العامل هذه الكاميرات وياب الأبو والأم وقال لهم تفضلوا هذا اليوزر نيم وهذا الباسورد. وطبعا هم وايد فرحانين أنهم قاعدين يتابعون كل تفاصيل البيت من الداخل عن طريق الكاميرات المشبوكة في الإنترنت ومنها غرفة النوم طبعا. وفي يوم من الأيام وقبل النوم سمع صاحب البيت أن الكاميرا قاعدة تتحرك وتطلع أصوات، فقرر أنه يتابع الموضوع. بلغ أهل الاختصاص وطلعت الطامة الكبرى أن العامل اللي كان مركب لهم الكاميرات عنده طبعا اليوزر نيم والباسورد، كان دائما يفتح الكاميرا ويتابع كل سلوكيات الزوج والزوجة وهم ما يدرون، وعلى مدار أسابيع كثيرة. وتم تشكيل فريق من الشرطة ومداهمة هذا المحل، واكتشفوا أن عندهم أفلام وأشرطة كثيرة وداتا كبيرة لسلوكيات هذا المنزل وغيره بعد. واعترف هذا العامل أنه هو وزملائه يقعدون يتابعون كل تفاصيل الزوج والزوجة في غرفة النوم ويسجلون هذه الأشياء. هذه القضية هزت الأسرة بشكل كبير جدا، وانتشر الخبر وأزعج كثير من الناس اللي وصلهم هذا الخبر. ولكن شو نقدر نتعلم من هذه الواقعة؟ صراحة اليوم ما نقدر نلوم الناس أو نمنعهم من تركيب كاميرات لمراقبة سلوكيات أطفالهم أو العمالة المنزلية، ولكن أكبر خطأ نسوي أن نركب كاميرات داخل غرف النوم أو الصالات أو الأماكن اللي فيها خصوصية كبيرة جدا للأسرة، وإذا اضطرينا لازم ما نشبكها في الإنترنت. الجريمة تتطور بشكل سريع جدا، ومع تطور التكنولوجيا ممكن أي حد يخترق مثل هذه الأنظمة ويقعد يتفرج على البيوت. فأتصور لو صار مثل هذا الشيء يتفرج على الأماكن الخارجية مثل الحوي والجراج وغيره، ولا أنه يتفرج على البيوت من الداخل. وإذا أنت أو أنت كنتم مصرين جدا لتركيب أنظمة المراقبة في المنزل، لا تنسون أنكم تغيرون الباسورد. حد يخلي باسورد عند العامل اللي ركب له. مستوى الشخصي يبني وايد نظام حماية